مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض النايتي في البيت بيتين اتنين بس ب12 جنيه. هنعمل الكمية القمر اللي انتوا شايفينها. الكيس دلوقتي وصل ل7 ووصل ل5 جنيه. احنا النهاردة بيتين اتنين بس هنعمله 14 قطعة. اللهم بارك، جميلة جدا جدا، الطعم بجد تحفة والطريقة هتكون سهلة جدا. عايزة اقول لكم ان انا طبعا بجيبه عشان خاطر مالك. بصراحة يعني ابو 5 جنيه ده ملهوش 30 لازمة، طعمه مش حلو خالص بجد. لكن ابو 7 جنيه القطعة صغيرة كده وتحسوا ان هو يعني طعمه حلو بصراحة شوية. حبيت النهاردة اعمله علشان ابطل بقى شراء حتى البسكوت من بره. واي نوع بسكوت ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هعمله معاكم باذن الله. بجد اي حاجه تعرفي تعمليها بطلي تشتريها من بره واعمليها في بيتك، مش هتاخد من وقتك حاجه. ولو وصلتوا معايا لحد هنا حبايبي ما تنسونيش في اللايك. وفي البدايه يلا نقول بسم الله ونشوف طبعا مقاديرنا البسيطه السهله. في البدايه معايا هنا بوله وهحط فيها بيضتين كده بالمنظر ده، وهنزل برشه كده من الملح وكيسين من الفانيليا. انا هنا هعمل صاج اللهم بارك كبير وهتشوفوا معايا ما شاء الله. هضرب بقى شويه كده في البيت كده لحد 5 دقايق. وبعد 5 دقايق معايا هنا كوبايه ونص من السكر. والسكر ضروري يكون ابيض، مش هينفع سكر غامق علشان الكيكه هتطلع غامقه معانا، واحنا عايزين الكيكه تبقى فاتحه كده ولونها حلو. حاجتين طبعا لو انت عملتيهم طبعا في النايتي هيطلع معاكي النايتي طعمه تحفه جدا. السكر يكون ابيض والزيت يكون نوعيته نضيفه. الحاجتين دول بس هيخلوا النايتي تحفه. هنا فضلت اضرب كده في السكر والبيض والفانيليا لحد ما اللون كده بقى فاتح كده وبقى لونه بالظبط لون الكريمه. بعد كده نزلت بكوبايه بالظبط من الزيت، والزيت لازم يكون فاتح وكمان الجوده بتاعته تكون عاليه شويه، لاني مش هينفع نحطه اي زيت علشان الطعم في الاخر يبقى حلو. بعد ما ضربت شويه حلوين نزلت بقى هنا بكوبايه ونص من الحليب. والحليب لازم يكون دافي، لو انت مطلعاه من التلاجة حاولي ان انت تدفيه. ما ينفعش اللبن طبعا يكون ساقع واحنا نحطه طبعا على الوصفة، ممكن الوصفة تبوظ مننا. هنا نزلت بكيس كيك شيف، هيخلي طبعا الكيكة بتاعتنا عالية وجميلة جدا جدا. ضربت شوية كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بقى هنا بالدقيق، والدقيق معايا كوبايتين ونص من الدقيق. كوباية واحدة اللي انا عايرت بيها الزيت والسكر والحليب وكمان الدقيق. كوبايه واحده عشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه. وفعلا طلعت جميله جدا جدا. هنا خلاص خلصت كده وحطيت كوبايتين ونص من الدقيق. نزلت هنا بمعلقتين بالظبط من الخل. والخل خليه اخر حاجه قبل ما تدخلي كده الكيكه بتاعتنا الفرن. اللهم بارك، هتديكي النتيجه تحفه جدا. حطيت معلقتين خل وضربت كويس جدا. هنا هاخد كبشتين 3 بقى كده علشان طبعا ده اللي هنزين بيه الوش زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندي الصاج، هنا الصاج ما شاء الله اللهم بارك كبير. دهنت كده الصاج زيت، وبعد كده حطيت ورقة زبدة ودهنتها زيت زي ما انتوا شايفين. حطيت بقى الكيكة بالمنظر ده. وهنا طبعا زي ما انتوا شايفين معايا طبعا ده اللي احنا هنزين بيه الوش. حطيت معلقتين من الحليب او معلقتين من اللبن على الخليط بتاع الكيكة. وبعد كده طبعا حطيت الكاكاو وضربت كويس جدا. هنا طبعا مش هتطلع معاكي مظبوطه قوي، لكن احنا هنظبطها ان شاء الله. هنا انا حطيت بقى الخليط في قلب كيس وعملت خطوط كده على الكيكه بالطول بالمنظر ده. وهنا بقى معايا كده عصايه الشيش طاووق هعمل بيها الرسمه اللي انتوا شايفينها دي. طريقة بسيطة وسهلة، وبسم الله ما شاء الله عطانا كمية جميلة جدا جدا. ولا بقى نجيبه علبة بسكوت، علبة البسكوت ده هيتلف 70 جنيه، يعني على ايه؟ ده هم بتين هيعملوا لك صاج اللهم بارك ما شاء الله، وهتطلع معاكي تحفة بجد. هنا هنفضل كده رايحين، وبعد كده هنرجع تاني بقى نروح ونيجي عليها زي ما انتوا هتشوفوا معايا. هتطلع الشكل ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا جدا. وهنا مولعة الفرن على درجة حرارة 180. قعدت الكيكة ربع ساعة في الفرن. وطبعا بعد 10 دقايق بالظبط ببص عليها لقيتها اللهم بارك مرتفعة كده وجميلة جدا جدا. بعد كده ولعت الشواية، ما خدتش طبعا دقيقتين بس، خلي بالكم من الشواية علشان الشواية ساعات بتدي لون زي ما عطت لون كده معايا. شوية عطت لون كده بس والله طلعت جميلة جدا جدا اللهم بارك، ولا هي محروقة ولا أي حاجة. هنا بقى كانت الكيكة طلعت معايا وسبتها 4 ساعات أو 5 ساعات لما بردت. وما تستعجليش عليها إن انت تقطعيها وتحشيها خالص. بصراحة يعني أنا سبتها لما بردت خالص، وبعد كده
اتعاملت معاها، لاني لو اتعاملتِ معاها وهي سخنة مش هتعرفي تعملي فيها حاجة وهتتهرى طبعًا، هتتفرفد مش هتبقى حلوة خالص. هنا قسمتها بالضبط كده بالنُص، شايفين شكلها تحفة، اللهم بارك، وطلعت عالية معانا وجميلة جدًا، جدًا. أنا هنا بقى عملت المربى ديّة لإني ما كانش عندي مربى، وبصراحة ما رضيتش أشتري، قُلت لأ، طب ما أنا عندي الفراولة الحمد لله رب العالمين في البيت، وعندي طبعًا الحاجة في البيت، طب ما أنا أعملها أوي. وفعلًا عملت كده شوية من المربى كده، خدت كيس واحد والله هو اللي عملته، مع كوباية ونُص سكر كده، ورُحت حاطاهم بقى على النار لإني كنت مستعجلة عليها، ما ينفعش إن أنا بقى أسيبها كام ساعة ولا حاجة طبعًا المربى، فيالّا يا دوبك على طول رُحت حاطاها كده على النار، لمّا بردت حشيت بيها وطلعت جميلة جدًا. أنا بصراحة من هوايات أوي مربى الفراولة، لكن مربى التين في الحشوات ما بتعجبنيش زي مربى الفراولة، تحسوا إن الفراولة خفيفة جدًا في الكيكات بصراحة، أحلى كمان من مربى التين. مربى التين بتبقى جميلة بس في الحشوة ما بتعجبنيش زي ما باعمل بصراحة كده الفراولة. الفراولة من الحاجات الجميلة جدًا، جدًا. شايفين بقى بعد ما قطعت كده النايتي، شايفين شكله تحفة بجد، اللهم بارك. يعني بالتين وإن شاء الله كل حاجة تكون موجودة في بيتِك، وبسم الله ما شاء الله عملنا كمية حلوة جدًا، اللهم بارك. يعني بجد تحفة، طلعت جميلة جدًا، جدًا، اللهم بارك. شايفين شكلها؟ ممكن أكون أنا مقطعاها كبيرة شوية، اللي حابب يصغّرها يصغّرها، ممكن أكون أنا مقطعاها صغيّرة، اللي حابب يكبّرها يكبّرها، براحتك بقى أنتِ. بس أنا كده يعني عجبني الحجم ده بصراحة وقُلت حلو جدًا. شايفين شكلها من جوّه؟ الكيكة هشة جدًا، جدًا، اللهم بارك. الطريقة بجد جميلة وناجحة 100%، يعني أي حد يعرف إن هو يعملها من طبعًا البنات الصغيّرين اللي بيحبّوا يقفوا في المطبخ. بجد أي بنوتة جميلة بتحب وشافت الطريقة دي بجد هتعجبها، والنتيجة بجد تحفة جدًا والطعم جميل جدًا، جدًا. يعني بجد طريقة سهلة وبسيطة والنتيجة بتاعتها تحفة زي ما أنتم شايفين. وطبعًا أكيد الكبار والصغيرين بيحبوا أي نوع بسكوت، وكمان النايتي. يعني إحنا برضه ككبار إحنا طبعًا زي الأطفال بالضبط، أي حاجة الأطفال بيجيبوها أو ولادنا بيجيبوها إحنا بنحب ندوقها، وبنحب طبعًا بنعرف الحاجة دي معمولة إزاي، عشان لو إحنا نعرف إن إحنا نعملها لأ نعملها، بدل ما نشتريها من برّه نعملها في البيت، طبعًا نضافة وجودة وطعم خيال، بسم الله ما شاء الله. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدًا وبسيط، يا رب فيديو النهارده يعجبكم، أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.